اهلا بكم لعيبه في فيديو جديد مع جميع احداث غدا الخميس. وطبعا بكره يا صديقي مش خميس عادي كده، ده هيكون في تحديث جديد وكمان موسم جديد برضه هيبدا، فهيكون في اضافات قويه جدا. وطبعا اول حاجه كده هي حجم التحديث المتوقع بكره. مبدئيا كده يا صديقي هو التحديث مجرد باتش، يعني مش تحديث كبير ولا حاجه، وغالبا كمان كونامي منزله التحديث ده مخصوص علشان يحل بعض المشاكل في اللعبه، من اهمهم طبعا مشكله تنزيل اللعبه، لان في ناس كتير مش عارفه تنزل اللعبه من بعد التحديث الكبير اللي فات. فمؤكد كده يا صديقي التحديث القادم ده لحل المشكله دي. ونيجي بقى يا صديقي لتاني حاجه، هي حمله المليار داونلود. طبعا الحمله دي بالكامل يا صديقي هتنتهي بكره، هي وكل شيء فيها يا صديقي، يعني حمله تسجيل الدخول، وعندك كمان المهمات اللي جوه، وبرده الباكج الايبك المجاني بتاع رونالدينيو ده اللي كان لينا فتحات مجانيه عليه. يعني كل ما يخص حمله المليار داونلود دي هينتهي بكره يا صديقي. ومع انتهاء الحمله دي يا صديقي هنشوف حمله جديده بكره قويه جدا، وهي طبعا حمله التعاون الجديد بين كونامي وانمي جديد. وتم الكشف عن التعاون كمان يا صديقي رسميا، وهو طبعا مع انمي ناروتو. والصوره دي رسميه، غالبا كده هتكون هي الايكون بتاع التحديث الجديد، يعني دي هتكون ايقونه اللعبه بكره. طبعا غالبا كمان هيكون كفر اللعبه كده لما تيجي تفتح. وطبعا حمله زي كده مؤكد مليون في الميه هيكون فيها كروت انمي مجانيه، سواء بقى الكروت دي يا صديقي كانت كروت هايلايت او كروت ايبك او شو تايم، يعني ايا كان نوع الكروت ايه، ولكن طبعا هتكون بالشكل الانمي بقى تبع انمي ناروتو كده. واعتقد هيكون في كارت لنيمار مجاني، ممكن يكون كارت ايبك او كارت شو تايم، يعني ممكن كمان نشوف السفراء التانيين بقى زي ميسي وسواريز كده بكروت برضه يا صديقي مجانيه، ايا كان بقى نوع الكروت دي ايه. وبعض الكروت التانيه الهايلايت بقى بتكون مجانيه كده، تستلمها بقى من باكج مثلا عليه فتحات مجانيه، او من المهمات او الكامبين هاب ايا كان. ولكن شيء اساسي مع الحملات بتاعه الانمي دي ان بيكون في مجموعه كروت كبيره مجانا، وطبعا شكل الكروت دي بيكون مميز جدا. كمان برضه يا صديقي منتظر ان مع الحمله دي بيكون في كوينز مجانا، سواء بقى في تسجيل الدخول او في الكامبين هاب برضه. فاستعد بكره يا صديقي لشويه كروت مجانيه، نتمنى طبعا تكون مميزه ويكون فيها ايبك كده وشو تايم. وكمان يا صديقي غالبا كده مع النوع ده من الحملات بيكون في حدث جديد في اللعبه، يعني فعاليه جديده كده خاصه بالانمي زي ما كان موجود قبل كده ايام انمي بلو لوك طبعا والتعاون معاهم، والتعاون اللي بعده كمان مع كابتن تسوباسا. كنا بنشوف الفعاليه الخاصه اللي هي بيتزا كلوك او اهزم الوقت، طبعا دي كانت فعاليه يعني خاصه بالانمي كده. فبكره بقى يا صديقي متوقع نشوف حاجه طبعا زي كده. كمان بكره مش بس في تحديث جديد وفي حمله جديده، ده كمان هيبدا موسم جديد في اللعبه. وطبعا من اول الحاجات برضو اللي هتحصل بكره هي استلام كارت جراسي الشو تايم، ده انت هتستلمه على طول كده اول ما تفتح اللعبه بكره، ولكن ده طبعا في حاله ان كان ترتيبك وسط اول مليون على العالم. وكالعاده مع بدايه كل موسم جديد وبدايه كل ديفيجن جديد هنشوف بقى لاعب شو تايم جديد مكافاه بقى للموسم الجديد من الديفيجن. نتمنى بقى اللاعب ده يكون لاعب مميز كده بمهاره خاصه كويسه. كمان يا صديقي كالمعتاد مع بدايه كل موسم جديد بيكون في باكجات عقود ترشيح جديده، او بالتحديد باكج اساسي جديد لعقود الترشيح. وفي توقعات كتير مختلفه للباكج القادم، ولكن مفيش حاجه فيها يعني مؤكده 100%، لان باكجات عقود الترشيح دي زي ما انت عارف صعب جدا حد يتوقعها يا صديقي. اما الباكج التاني اللي هينتهي بقى ومتوقع ينزل مكانه هو باكج السلكشن بتاع الدوري الايطالي. طبعا الباكج ده وداعا بكره، مفترض بقى ينزل مكانه باكج تاني سلكشن برضه، لكن ممكن لدوري تاني زي الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، او ممكن حتى صديقي لنادي من الانديه الكبيره، يعني واحد من الانديه الانجليزيه او الايطاليه او الاسبانيه. طبعا انت عندك هنا مجموعه باكجات كبيره تنتهي بكره، يعني عندك الباكج بتاع 1 2 كات ده اللي هو طبعا كان نازل مع حزمه كرويف. كمان عندك الباكج الشو تايم بتاع الدوري التركي، عندك الباكج الشو تايم الدوري الياباني، وعندك كمان الباكج اللي نزل معانا مع التحديث الكبير اللي فات ناشونال اول ستارز بتاع ايدن هازارد البيك تايم. وطبعا مع انتهاء كل الباكجات المميزه القويه دي متوقع بقى ان نشوف مجموعه كبيره من الباكجات الجديده. مؤكد طبعا 100% هيكون في باكج ايبك خاص بالانمي والحمله الجديده، يعني كروت اللعيبه الايبك يا صديقي هيكونوا بالشكل الانمي زي طبعا ما كان بيحصل قبل كده في الحملات القديمه لو انت فاكر. اما الحاجه اللي بعد كده بقى هي الحزم طبعا، ومعانا حزمتين هينتهوا هم بروسيا دورتموند ويورجن كلوب. وعاوز اقول لك ان في احتمال فعلا كونامي تنزل حزمه جديده، ولكن بنسبه كبيره هي مش حزمه مدرب جديد، لان لسه نازل معانا حزمه كرويف يا صديقي، فما اعتقدش كده ممكن يكون في معانا مدرب جديد. ولكن ممكن جدا طبعا نشوف حزمه خاصه بالتعاون الجديد بتاع كونامي ده وانمي ناروتو، وتكون النسخه دي انمي بقى يا صديقي زي ما حصل قبل كده مع انزاجي، ونزل له كارت ايبك في حزمه خاصه كده، مش فاكر كان بحوالي 500 كوينز تقريبا او اكتر. فوارد طبعا الحزمه الجديده تكون خاصه بلاعب جديد، او ممكن برضه حزمه طقم جديد خاص بالحمله الجديده والانمي والتعاون. وطبعا بكره بقى صديقي هنشرح اضافات الموسم الجديد والتحديث بالتفصيل. وبس كده صديقي، اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك سبسكرايب لو انت اول مره بتشوفني، وانزل في كومنت رايق يا رايق. سلام.